إذا كنت قد امتلكت 100 دولار في يوم من الأيام ولم تحولها إلى مليون دولار، فهذه مشكلتك. نعم والله مشكلتك، لا تقلق. اللوم على الحظ. لا تلقي اللوم على الحظ أو ضيق الرزق، لأنك حتى لم تعرف الأسباب، فضلا عن أن تبذلها. صدقني، هناك أدوات ومعارف امتلكها الأثرياء وأصحاب الملايين قبل حتى حصولهم على الثراء، ولن تستطيع أن تصبح منهم إلا بمعرفة ماذا امتلكوا وكيف. فإذا لم تكن تعرف، اغلق الفيديو الآن، لأنك ستظل فقيرا مهما امتلكت. جميل، ما دمت أكملت سأكمل معك. الملياردير جيلين سيتريز، صاحب 56 سنة والذي بدأ حياته من الصفر، قرر عبر برنامج واقعي أن يثبت لك ولغيرك عمليا بأن ليس من الصعب الحصول على المال أو أنك تصبح مليونير. يكفي فقط أن تمتلك الأدوات والمعرفة التي حدثتك عنها في البداية. ماذا فعل؟ التحدي أن يبدأ برأس مال زهيد قيمته 100 دولار ليحوله إلى مليون دولار خلال 90 يوم فقط. ومن شروط هذا التحدي أن يتخلى الملياردير عن شهرته وأن يترك ماله ويبدأ هذه المغامرة ب100 دولار فقط. هذا كل ما يملك، مستعينا بسيارة نصف نقل، شاحنة بيك أب، وهاتف لا يوجد به جهات اتصال، سعيا لإثبات أن ثروته لم تكن نابعة من الحظ. طبعا بدأ فريق الإعداد للبرنامج باختيار بلدة صغيرة تعدد سكانها 97 ألف نسمة ليبدأ رجل الأعمال. تحديه في برد قارس وسط ظروف صعبة مع عمره المتقدم. في اليوم الأولى أخذ جولة حول البلدة لفهم طبيعتها وطبيعة السكان فيها، وتواصل أن المصاريف الشهرية للفرد في هذه البلدة قرابة 1100 دولار لكل فرد. اثنين، قرر رجل الأعمال أنه سيحاول الربح 3300 دولار في أول أسبوع. ولتخفيف النفقات اقتصر على أكل مع مكرونة سريعة التحضير، الإرخاص مثلا سعره، مع نومه في السيارة لتوفير أجرة السكن. أما في اليوم الثاني قام بمحاولة العمل كمندوب مبيعات، وقرر أن يبحث في الإنترنت عن مشتري لأي شيء يتمكن من بيعه، حتى وجد تاجر يشتري إطارات السيارات، فبدأ مباشرة في البحث في ساحة الخردة، ولكنه لم يوفق ولم يحقق ربحا في هذا اليوم. وفي اليوم الثالث فشل من جديد في تجارته حين قرر أن يشتري لعبة ويتاجر فيها، ولم يجد مشتري لها. وخلال بحثه وجد وظيفة لتقديم الطعام المشردين براتب ضئيل جدا، لم يستطع من خلاله تحقيق أي ربح. يذكر اليوم الرابع استطاع أن يجد وظيفتين بدوام جزئي، واستمر فيهم ليومين ليحقق ربح 140 دولار. علم خلالها بأن المدينة على وشك استقبال وإقامة مهرجان، فقرر أن يشتري بعض القمصان المطبوعة والهدايا التذكارية للتمكين من زيادة ربحه ليصل إلى 414 دولار. اليوم التاسع طبعا النوم في السيارة لرجل يبلغ 56 سنة ولم يعتد على ذلك، تسبب له في المرض، فاضطر للإنفاق للمرض 250 دولار، أي ما يعادل 60% من إجمالي رأس المال. لكنه سرعان ما عاد ترتيب أولوياته بعدما تعافى، فقرر إيجار منزل. وأثناء التجول كشف مكان جديد للإطارات القديمة، وتمكن من استخدام 5 إطارات صالحين للبيع، عرضهم على التاجر مقابل 1800 دولار، ليصل السعر بعد المفاوضات إلى 1500 دولار. واعتبر أول نجاح من العدم لتمكينه من بيع شيء مستعمل من القمامة الأولية التالية في رحلته نحو المليون دولار. كانت إيجاد منزل للسكن بميزانية محدودة، فوجد منزل غير مؤثث بإيجار شهري 400 دولار. وبعدها قرر اللجوء لمركز دعم استراتيجيات محلي. من أجل الخطوة التالية استخدم هذا المركز في تجميع المعلومات والاطلاع على تفصيل السوق المحلي. أعجب حين بمشروع صناعة المشروبات المحلية بالمدينة، فقرر زيادة رأس المال عن طريق العمل في بيع السيارات المستعملة. وخلال البحث وجد سيارة معروضة للبيع اشتراها بمبلغ بعد المفاوضات ب700 دولار بقيمة بلغت أكثر من 90% من رأس ماله. وبالبحث عن السعر الحقيقي للسيارة وجد أنه قد يتمكن من بيعها بمبلغ 2000 دولار
إلى $400. فقرر وضع الحد الأقصى لهدفه، وفي اليوم ال15 تمكن من بيعها $3900. ثم قرر على شراء سيارة أخرى لمضاعفة رأس المال، حتى تمكن من شراء سيارة أخرى بمبلغ $1500. ثم بعد 15 يوم من العرض تمكن من بيعها بمبلغ $700. وفي اليوم ال20 رأس المال أصبح $9000. فقرر التوسع عن طريق المضاربة العقارية للعمل عن مضاعفات وتسريع نمو رأس المال وتحقيق هدفه. ومع خبرته في مجال الصناعة المصرفية قرر التحول للبنك لأخذ قرض لشراء منزل بسعر منخفض، وتمكن من إيجاد منزل بمبلغ $9000. ولكنه علم أن المنزل يحتاج إلى بعض التجديدات، وبعد الكثير من التحديات التي قابلته والصعاب التي عرقلته كثيرا، في النهاية تمكن من بيع المنزل بمبلغ $775,000 بمكسب يقارب $20,000 بعد 2 و13 يوم. وهنا تأتي النقطة الفاصلة: باقي 17 يوم ورأس المال أقل من $80,000. قرر عمل دراسة جديدة للسوق، وجد أن هناك مطعم وحيد للمشويات في المدينة، وهناك ازدحام كبير حوله، فقرر الاستثمار في مجال المشويات، ولكن كان هناك معوقات. لذا فقد استعان بمجموعة من الخبراء لبناء اسم العلامة التجارية، واستخدم لذلك أشخاص محترفين وعينهم في الوظيفة الرئيسية التي يحتاجها للعمل في هذا المجال. وقرر أن يصنع امتياز تجارية عن طريق تقديم المشروبات محلية الصنع إلى جوار الطعام أو الشوي. وتقدم المشاركة في مسابقة الشوي المحلية، واستخدم طاقة محترفة متمارسة في الفوز بالمسابقات تدريب الفريق من أجل الفوز في المسابقة. كان الرجل متفائلا لأقصى درجة، مبتسما في كل الأوقات، سعيدا بتحقيق نجاح قليل جدا ولكن من الممكن البناء عليه، وهذا ساعده في بث طاقة إيجابية لجميع المحبطين به. وفي اليوم الأول من المسابقة استطاع بيع ب3,090 وجبة. أما في اليوم الثاني استطاع تحقيق أرباح بلغت $5,178. وفي اليوم الثالث استطاع تحقيق أرباح وصلت إلى $8,337. أما في اليوم الرابع بسبب الأمطار الشديدة تم التوقف عن العمل نهارا، ولكنه عاد إلى العمل ليلا وتحقيق أرباح بلغت $5,000 بالإضافة إلى جائزتين من إدارة المهرجان. وفي نهاية اليوم 90 استطاع هذا الملياردير أن يثبت للجميع أنه يمتلك مطعما وصلت قيمته إلى $750,000، ولكنه لم يحقق الهدف الرئيسي، وهو تحقيق مبلغ $1,000,000 دون استثمار رأس مال لا يتجاوز $100. لذلك هو لم ينجح في هذا التحدي. وبعد النظر عن ريادة الأعمال هذا أو غيره من الأثرياء الذين صنعوا ثروتهم، فقد أثبت لك أن المعرفة والعلم والثقافة المالية وطرق الكسب وتكوين الثروة أهم بكثير من امتلاك رأس مال قليل. كان أم كثير؟ قليل. قل لي أنت الآن ماذا فعلت $100 اللي امتلكتها، أو ماذا فعل هذا الملياردير؟ فمن خلال تجربته خلال 90 يوم تبين أنه يمتلك على الأقل هذه العلوم والمعرفة: من أين وكيف تبدأ في التجارة والاستثمار، كيف تدرس السوق المستهدف والعملاء المحتملين، كيف تضع أهدافا استثمارية واضحة ومحددة، كيف ومتى تقوم النفقات وتقليل المصروفات، كيف تنوع مصادر دخلك، كيف تتحكم في مواردك المالية، كيف تبحث عن الفرص حولك وتدرسها وتستطيع أن تستثمرها، متى تقترض المال، وكيف ولماذا، أسباب الفشل، وكيف تحاول من جديد إذا فشلت، ومتى وكيف تلتحق بوظيفة، ومتى وكيف تتركها، ترتيب أوليات في النفقات والأعمال والخطوات، فنون المفاوضات والمبيعات وإتمام الصفقات، متى تشتري الأصول وكيف تربح من خلالها، كيف تقوم بالاستثمار في العقارات، كيف تبتكر وتصنع القيمة من خلال مشروعك التجاري، إدارة وفنون اختيارية الكوادر والشركاء وقيادتها وتحفيزها، صناع التسويق والبراني والامتياز التجاري، كيف جذب الجمهور وخدمة العملاء. وأنت أيضا تستطيع أن تصنع الفرق في حياتك وتكون ثروتك الخاصة بامتلاك هذه المعلومات وأكثر من أكاديمية سنة لتحقيق الثراء. ما عليك سوى الاشتراك بالقناة ومتابعتي.